أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ سما على المتابعة، وفعلا كانت متابعة الحقيقة ديناميكية طول الوقت. انتوا معانا تقريبا تسألونا عن كل حاجة مع الداتا وحتى لينكات، يعني كان مواعيدها بتتبعت يعني قبل ميعاد الكورس بوقت كافي، والتسجيلات وكل حاجة. وحتى فكرة التسجيلات دي كمان في حد ذاتها الحقيقة كانت ممتازة جدا ومميزة، علشان احنا كمان نقدر نراجع مع نفسنا ونذاكر. فدي من الناحية الإدارية يعني. من ناحية الباشمهندسة مروة طبعا، يعني ما نقدرش نقول غير ان احنا فعلا هنفتقدها جدا، لانها كانت يعني مثال بصراحة للإنستراكتور المثابر جدا. والحقيقة هي علمتنا كتير حتى بسلوكها في الشرح. علمتنا حاجات خارج إطار الشرح نفسه، يعني خارج الداتا نفسها. هي كان بتعلمنا حاجات احنا يمكن خدناها بطريقة غير مباشرة ليها علاقة بطريقتها في المثابرة، وطول الوقت ازاي ان هي يعني زي ما بنقول كده بتعافر عشان نوصل للنتيجة الصح، ودايما تنصحنا ازاي ان احنا نوصل يعني مع نفسنا، ونعتمد على نفسنا وعلى فكرنا إلى آخره. فالحقيقة تعلمنا منها حاجات، بالإضافة إلى الكورس الأساسي تعلمنا منها حاجات تانية غير الكورس كمان، يعني ليها علاقة بنشاطنا إحنا الشخصي وطريقة تفكيرنا وطريقة تعاملنا مع البرامج دي. فبشكر حضراتكم جدا على كل المستويات، وبشكر جدا باشمهندسة مروة باشمهندسة مروة، وبشكر حضرتك يا أستاذ سما وكل الفريق، يعني ألف ألف شكر. الله يعطيك العافية أستاذ سما، صراحة يعني صحيح ما قصرت أبدا خلال الفترة الماضية يعني. صحيح متابعة كانت حثيثة ومستمرة وبشكل يعني شبه أسبوع، إنه يعني تاخذ الفيدباك منا إنه هل أدينا المستوى، هل أدينا يعني الإشي المطلوب أو لا، يعني حضرتكم عفوا بقصد. فصحيح يعني ما قصرتوا وما ادخرتوا أي جهد، يعني الله يبارك فيكم يا رب. وبالنسبة للبش مهندسة فما فيش أي كلام يعني صراحة، نحكي لأنه كل شيء واضح. وزملائنا سبقونا في الحكي عن البشمهندسة، فالله يجزيكم الخير يا رب. وصحيح استمتعنا بهذا الكورس، وإن شاء الله يكون لنا نصيب عندكم في كورسات تانية إن شاء الله. ومشكورين جدا وبارك الله فيكم. أولا شكرا لحضرتك يا أستاذة سما. أنت بتابعة معانا بصراحة بكل جدية، المركز محترم جدا. طبعا المهندسة مروة ما شاء الله عليها ما قصرتش فعلا يعني.